في إطار ضمان الحركة التصحيحية لمسار تحقيق أهداف الثورة التونسية في الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء نظام جمهوري ديمقراطي مستقر، كان الاجتماع الدوري الثاني لحزب حركة التونسي للحرية والكرامة بمقره بشارع الحبيب بورقيبة. ترأس الاجتماع السيد محمد العايش العجرودي رئيس الحزب بحضور 13 عضوا. الوضع السياسي والأمني للبلاد والاقتصاد والاجتماع كانت أبرز نقاط البيان الإعلامي للحزب. الوضع اللي صاير في تونس اليوم وضع مؤلم، معنا اللي حاصل في البلاد واللي صاير، لأن الأصوات اللي قاعدة نسمعوها في تونس وخارج تونس واللي هم اللي ينتقدوا اليوم في التأسيسي هم اللي كانوا السبب في التأسيسي. الأشخاص اللي تخرج اليوم توا وتتكلم وتحب تحل التأسيسي وتحب تحل الدولة وتحب تحل كل شيء هم السبب. خير يعرفوا روحهم، ما يعرفوش روحهم من اللي كانوا وراء التأسيسي. الأشخاص اللي كانت وراء التأسيسي هم نفسهم. اليوم التأسيسي موجود وهو صوت الشعب التونسي، وهذه الورقة الوحيدة تبقت للشعب التونسي نظاميا قدام العالم كله. كيفاش تحل التأسيسي اليوم؟ شنو هو البديل؟ كيفاش يحلوا التأسيسي اليوم؟ شنو هو البديل؟ شنو عندهم؟ التأسيسي يكمل مهمته، مش مازال لو احنا قلنا التأسيسي يكمل الدستور ويكمل نظام الانتخابات، ونهار 23 أكتوبر تكون مهمته كملت هذا التأسيسي. مازلنا في طور معناها اللمسات الأخيرة لصياغة البيان الإعلامي عدد 3، وهذا البيان جاء في إطار تقييم الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد التونسية، وكذلك في تقييم مستوى تقدم الحوار الوطني بين الأطراف السياسية. وفي الحقيقة حركة تونسي للحرية والكرامة شافت أن الوضع في البلاد خطير جدا، خاصة من الناحية الأمنية ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك رأت كذلك أنه الحوار الوطني وصل إلى مناخ إيجابي أو مناسب بين الأطراف الفاعلة، بين الأطراف السياسية وخاصة منها المتسببة في الوضع الراهن. وبالتالي معناها دعت إلى نقطتين. النقطة الأولى هي مواصلة الحوار الوطني تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي، وكذلك دعوة نواب المجلس الوطني التأسيسي لحركة التونسي إلى إنهاء تعليق أشغالهم والالتحاق بالمجلس الوطني التأسيسي في أقرب وقت ممكن. نحن من لنا رقم من الأرقام نتاع الأحزاب الموجودة في تونس اللي وصلت 170 حزب. صحيح ربما نختلف عليهم في خصوص ما نطمح إليه من تحقيق أهداف معينة رتبناها حسب الأولويات، كذلك نختلف من حيث النوعية ومن حيث نوعية العمل اللي نقوم به. دورنا في هذه الفترة وخاصة هي فترة أزمة خانقة تعيشها تونس، أزمة سياسية، تجاذبات على كل المستويات، صراع كبير بين أقطاب سياسية متواجدة على الساحة السياسية وعلى المشهد السياسي. دورنا هو الحقيقة باعتبارنا لا نتموقع في الصراع ضمن هذا الطرف ولا ذاك، وإنما نتموقع في جانب وفي صف الشعب اللي هو الحقيقة الأغلبية أو شريحة كبيرة منه يعتقد أنه هذا الصراع لا يهمه ولا يخصه وغير مهتم بهذا الصراع أصلا، لأنه هذا الصراع هو صراع سياسي بامتياز وليس صراع من أجل لا مصلحة البلاد ولا مصلحة الشعب ولا من أجل إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي. حزب حركة التونسي للحرية والكرامة هو انبعث عنده حوالي شهر ونصف، لأن ما ثماش برنامج اقتصادي واجتماعي. حزب حركة التونسي للحرية والكرامة عنده برنامج اقتصادي اجتماعي اللي هو أهم حاجة باش يخدم مصلحة المواطن في قوته اليومي، في ظروفه الاجتماعية اللي يعاني منها، أزمة السكن، أزمة المأكل والمشرب، غلاء الأسعار، كل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هذه اللي تمر بها معناتها تونس. واللي شفنا أن برشا أحزاب ما عندهاش برنامج، ما عندهاش حتى شيء، مجرد ظاهرة صوتية في الإعلام.
بدون أن ما تقدم حتى شيء للشعب التونسي. لذلك رأينا أن البرنامج الاقتصادي